يحاول يعني ضرب او اقتناص احد الضربات التي قد تؤثر على الملاكم الهنغاري، لما لا وتسقطه ارضا في احد الجولات القادمه. وربيعي كما هو معلوم فالاستعداد ديالو كان رفقه مدربه الجديد هشام نفيل، الملاكم اكيد الدولي السابق. كان استعداد يعني في مجموعه من المحطات المهمه خصوصا في العاصمه البلجيكيه بروكسيل، وقلنا تحت اشراف هذا المدرب. ضربه هنا يعني بدايه جد مشجعه من جانب الربيعي، وهذا هو الجميل في الملاكمه الاحترافيه. قلنا منذ البدايه دخول في اجواء النزال، وربيعي يعني يوجه ضربه قويه يعني بشكل سريع، وهذا وقلنا هذا هو المميز في مثل هذه النزالات. كنشوفوا الطريقه والامتاع والابداع من جانب محمد ربيعي، يواصل كما يقال حصد الاخضر واليابس فيما يخص يعني النزالات الملاكمه الاحترافيه. شوف نفيل فرحه ما عطاوناش حتى فرصه نتحدثوا على نفيل الجمهور، يعني هذا المهم هو الانجاز تحقق، وانتصار رابع بالنسبه للبطل المغربي محمد ربيعي الذي يسقط خصمه لازلو سيلفاي. قلنا ما عطاوناش حتى فرصه انه نعطيو مجموعه من الاحصائيات والمعلومات والمعطيات التي تهب كل بطل. الاهم هو انتصار هشام، يعني كيبان بانه الاستعداد كان بشكل جد مميز بالنسبه لمحمد ربيعي رفقه نفيل، وعلى كذلك الطاقم اللي كيشتغل الان رفقه محمد ربيعي باش تدخل اشواء المقابله في البدايه بطريقه سريعه بدون اي مقدمات، تمكن من توجيه ضربه قاضيه وتحقق ثالث انتصار الثالث انتصار بالضربه القاضيه. هذا شيء ايجابي بالنسبه لمحمد ربيعي. هذا اكيد على ان انتصار محمد ربيعي يزكي يعني